السلام عليكم خوتي المغاربة. يوم جديد، مواضيع جديدة للنقاش. اليوم غادي نحاولوا ما أمكن أننا غادي نهضروا على الأوراق المحروقة اللي حول عليها النظام الجزائري، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لروسيا اللي غتولي هي المنطلق ديالنا في النقاش على هذا النظام هذا. بعد ما شفتوا الفضائح ديالهم واستجداء الحماية من طرف الروس، ياك لاحظنا بعض الخرجات الأخيرة للإعلام الجزائري والتهويل من ديك العلاقة، وبأنه أصبحنا قوة وأصبحنا ما فهمناش كيفاش أن هاد الناس هادو يحاولون تشييء عقل الإنسان الجزائري. كما قلت في الفيديو السابق، بالنسبة لنا حنا المغاربة ما يمكنش أنه يتم تشييء العقل المغربي، ولكن حنا كنمشيو على طرح ديال النظام تاعهم اتجاه الشعب الجزائري. إلا كنتي انت اليوم مثلا أيها النظام الجزائري كتقول لنا في الشعارات نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، واش ممكن اليوم للنظام الجزائري ينقلب على هذا الشعار هذا بعد ما شفنا الخطوة اللي دار بوتين مؤخرا ديال أنه غيفتح قنصلية روسيا في إسرائيل؟ كاين واحد الفيديو قديم، ياك غادي نديرو فهاد الفيديو ديالي، غادي نديرو باش يشوفوه الناس، ديال واحد الاستقبال كان دارو نتنياهو لبوتين، قمة الاحتقار. إسرائيل عن طريق رئيسها نتنياهو كيحتقر بوتين بواحد الطريقة. غادي تشوفوا الفيديو، غادي نخليه لكم في التحت. فأنا فين بغيت أنا نشوف دروكا النظام الجزائري واش غادي يتبع الخطوات ديال الحاضن الجديد ديالهم اللي هي روسيا، باش نعرفوا بأن هاد الدولة هادي أو هاد النظام هذا واش تيقول شي حاجة على أساس أنه كيطبقها، ولا عبارة عن كما تنقولوا حنا بالدارجة نتاعنا الشفاوي. أول حاجة اللي خاصنا نعرفوا بأن الجزائر بعدا ما عندهاش قنصلية في فلسطين نهائيا. ما عمرها ساهمت ولو بدينار واحد في بناء شي مرفق حيوي بالنسبة للفلسطينيين في فلسطين، في غزة أو في الضفة الغربية نهائيا، ولا تساهم أبدا بشي حاجة في هذاك الاتجاه. إذا هنا كيبقى القضية نتاعت مع فلسطين ظالمة أو مظلومة عبارة عن شعارات. واللي زاد أكدها اليوم هو ديك الزيارة أو القرار اللي اتخذه بوتين من خلال فتح القنصلية ديالهم في إسرائيل. إذا هنا دينا دابا بهذا وعرفنا بأن الورقة الروسية هي واحد الورقة محروقة. باش نزيدو نأكد لهم واحد مزيان، نفس الطريقة اللي تعامل بها ماكرون مع تبون في الزيارة اللي كان جا دار فاش كان جدد معاهم الاتفاقيات وخدا الامتيازات اللي كان بغيها، هي نفسها الطريقة اللي دار معاه بوتين داك الاستقبال ونض عندهم تسلم عليه وقال ليه أنت الزعيم. فعلا أنت الزعيم لأنك بعتي بلادك وأنك عاونتي بالملايير النظام الروسي اللي كيتخبط في مشاكل مؤخرا مع الغرب. خلينا نديك القضية نتاعت البريكست مثلا، والصين الدب الروسي والتنين الصيني. انا ماشي كندافع على امريكا وعلى الغرب نهائيا، باش نوصل واحد الرساله باش يفهموها الناس. وإياك تظن بانه انهيار وسقوط الولايات المتحده الامريكيه يعني نهايه العالم وقيام الساعه وجمعنا وطوينا وسالينا. لا، راه تطيح الولايات المتحده الامريكيه وطيح واحد القوى واحده اخرى اللي ما تتصورش على البال، ما غتكون لا روسيا لا الصين. الصين راه كنا كنعرفوا بانها كانت واحده غير مع اليابان في الحرب العالميه. لولا التدخل الامريكي ودوك جوج قنابل دول اللي كانوا لاحوا على ناكازاكي وهيروشيما، ما كانتش اليابان غترجع للور، وما كانتش الصين غادي ترجع للاراضي نتاعها اللي كانت خدات ليها اليابان، اللي هي عباره عن ارخبيلات يعني جزر. فباش تعرف اليابان، باش تعرف الصين هنا الحجم ديالها، ما تنساش عاوتاني بانه الولايات المتحده الامريكيه هي اللي ردت من الصين مصنع العالم، وبان فيها مجموعه ديال الشركات ديال الماركات العالميه الامريكيه حاليا يتم صناعتها او انتاجها في الصين. فهنا باش ما الناس ما يمشوش بعيد مع الدعايه او البروباغوند، لان هذه الدول هذو كلهم عندهم دعايه. كما قلت لكم دوك الشعارات نتاع الدب الروسي، التنين الصيني، وكيخلعوك بداك الشيء، وكتشوف انت داك الاسلحه نتاعهم الاستعراض العسكري نتاعهم، كتقول ناري صافي هادو راه يمشيو تتفقوا ما اتفقوش بيناتهم غادي تنوض شي. لا لا لا، خاصنا نفهموا مزيان
النظام العالمي كينتقل من نظام قديم لنظام جديد، وباش انك تنتقل من نظام لنظام ضروري انك خاصك تدمر النظام السابق باش تبني نظام جديد. هادشي هو اللي كيوقع حاليا في العالم، وان كل دوله خاصها تشد البلاصه ديالها. هادشي هو اللي كنشوفو حنا اليوم اللي ما يقع في العالم، يعني جميع الدول تتمخض حاليا من اجل واحد الحاجه، انها تستطيع انها تشد لها بلاصتها داخل هذا النظام العالمي الجديد الموحد. هكذا خاصنا نشوفوا المنطق كيفاش داير. فعادي جدا ان هاد الاقطاب او هاد الدول هادو اللي كيبانوا في الواجهه اللي خدموا على الدعايه نتاعهم واحد الظرفيه زمنيه طويله، عادي انا كنشوف هاد التحركات بيناتهم. وهنا حاليا كاينين المصالح، ما بقاش على سميت هاد التكتلات، اتحاد كذا اتحاد كذا، لا دروكا دابا المصلحه هي اللي كتغلب على هاد الدول وفي النظام العالمي الجديد. فهادشي هو اللي خاص الناس يحاولوا ما امكن انه يفهموه. اما داكشي نتاع البريكس وانه غادي نضربوا الدولار وغادي نطيحوا وغادي نطلعوا هذه العمله الجديده، وكما تقول روسيا غادي نخلقوا واحد العمله جديده للعرب، وشفنا بانه الدول العربيه بان عليها واحد النوعيه ديال التفكك، والامارات حتى هي مشات عند روسيا، وديك يعني واحد الخصام اللي وقع مؤخرا بين الامارات والسعوديه. حنا هنا كنهضروا على واحد الحرب اللي هي حرب غير معلنه، وان النظام العالمي اليوم كيدير واحد الحرب كيخلي مجموعه ديال الدول انها تخرج من المنطقه الرماديه ديالها، لان كنلعبوا هنا كنلعبوا الدبلوماسيه، ومجموعه ديال الدول ما كيعطوكش الوجه الحقيقي ديالهم. الجزائر تعتقد، كظن، ان عوده سوريا روسيا الى جامعه الدول العربيه وحضورها في المؤتمر الاخير انتصار لروسيا. ولكن يا ايها النظام الجزائري، كون يلعب الدور ديال الوساطه باش ترجع سوريا لجامعه الدول العربيه. هي السعوديه اليوم كتبين لك بانها ما بقاتش مع الولايات المتحده الامريكيه، وبانها كتاخذ القرارات السياديه ديالها. ولكن حنا هنا كنهضروا في اطار دبلوماسيه عالميه للاتجاه نتاعها نحو تاسيس نظام عالمي جديد موحد. هاد الخطه هذه اللي وقعت مؤخرا خلات النظام الجزائري يعتقد بان سوريا انتصرت. فعلاش مشاو هما كيجريو سقطوا بالاحضان وطلبوا حمايه روسيا. وهذه واحد الورقه محروقه اللي اكدت وبينت للعالم الغربي الوجه الحقيقي ديال النظام الجزائري، اي انني اعاديكم ايها الغرب. فطبيعي جدا انه الغرب كيكون عنده واحد رده الفعل، خاصه بحال هاد الانظمه هادو اللي كيكون واحد الانظمه اللي هارمه شائخه، شاد لك واحد المساحه كبيره ومبرزتي لك واحد المنطقه اللي هي منطقه حيويه اللي كتلعب عليها، اللي كيلعب عليها النظام الغربي. خاصه كنهضروا حنا النظام الغربي هنا كنهضروا على اوروبا وامريكا. والاتجاه فين كاينه هذه الدوله هذه، لان ملي كنهضروا على الجزائر كنهضروا هنا على حوض الغرب البحر الابيض المتوسط. وهذه المنطقه هذه الغرب ما كيبغيش يكون فيه شي نزاع كبير نهائيا. النزاع كيخليهم ديما على اتساع. والتقرب نتاع روسيا من العرب، وشفنا داكشي اللي كدير مع المسلمين زعما باش تبين لهم زعما بانني انا معكم، باش ما يكونوش واحد الورقه في الحرب الدائره مؤخرا. هادشي كلشي عباره عن واحد الخطه نسجت من شحال هادي، واليوم يتم تنزيلها يتم تنزيلها في العالم. خدموا عليها شحال هادي ودابا كيطبقوها. الانظمه اللي فاهمه اللعبه الدوليه راه غاديه شاده المسار ديالها وكدير الدور ديالها مزيان. الانظمه اللي ما فاهماش والو كالنظام الجزائري راه شفنا اليوم كيلعب في اوراق محروقه. نمشيو لديك القضيه مثلا ديال الاستقبال اللي دار الرئيس ديالهم عاوتاني للوالد ديال امير قطر. زعما هذيك انا كنعتبرها، انا شخصيا كنعتبرها استفزاز للمغرب، حيث كنشوفوا مؤخرا وقعت واحد الزعزعه في العلاقات المغربيه القطريه. خاصه ديك القضيه نتاع داك الصحفي اللي وقفوه واللي خلاو الصحفيين الجزائريين. النظام الجزائري ما واش عايش معنا، واش ما عرفتش. نقدر نقول بان المغرب شحال هادي كانت عنده يعني حاجه لقطر من خلال الغاز ديالها. انت اليوم كتسمع بان المغرب عنده حقلتين دراره، وعندك طرفايه، وعندك العرائش، وعندك مجموعه ديال الحقول، وعندك الانبوب ديال نيجيريا اللي جاي في الطريق. بمعنى انه انا المغرب ما غاديش نبقى كنحتاج القطر نهائيا.
وانت ايها النظام الجزائري عزيز عليك الانقلابيين والديكتاتوريين. حنا غنهضروا على قطر باش بزاف ديال الناس يفهموا قطر وشنو وقع فيها وبزاف ديال المشاكل عندهم. قطر عندهم واحد جوج ديال القبائل كبيره، هما اللي كانوا كيتناحروا على السلطه في قطر، منها العائله ديال تميم القبيله ديالهم والقبيله ديال الشيخه موسى. وباش انه ما يوقعش واحد الانقسام اشنو داروا؟ يعني داروا له مصاهره، وهذه القضيه معروفه في التاريخ. ملي كيكون نزاع على شي ارض كيكون المصاهره باش يتم الاتفاق على الحكم ديال ديك الارض. الشيخه موسى من تزوجت بالاب نتاع تميم هي لعبت ذاك الدور تاع انه انقلب على الاب ديالو. وكنا عرفنا ردة الفعل نتاع الراحل الحسن الثاني رحمه الله فاش حبس العلاقات مع قطر، مع هذا الاب ديال تميم، على اساس انه اعتبره انقلابي على باه. فنفس الخطه اللي دار هذا الامير هذا عاود دارها ليه الابن ديالو باعاز من الشيخه موسى اوتوماتيك. يا ماذا وقع؟ هاي عندنا ال تميم، ولكن من يسير قطر؟ هي العائله ديال الشيخه موسى. اذا هنا راه انقلب الحكم في قطر. ولكن النظام الجزائري ديما ما كيفهمش. هو تبون فاش كيمشي دابا شي لقاء ولا كيمشي كيصبر باش يتلاقى مع شي رئيس، ما كيكونش عارف هذا الشيء لانه ما قاريش التاريخ. واكبر دليل هو المعلومات الخاطئه اللي كيعطي دائما. ديك النهار قلتي بانه جورج واشنطن هو اللي عطى الكوابس العبيقه عبد القادر هما عمرهم تلاقاو في التاريخ. انت عاوتاني قلتي بان القيصر الروسي كان عطى الوسام الابيض ومع داك الشيء كان عطى عاوتاني الامير عبد القادر عاوتاني الخائن، هما ما عمرهم تلاقاو في التاريخ. فما عرفناش بان هذا الرئيس هذا واش كيقريوه، واش كيعطوا ليه معلومات، ولا كيجي شي واحد حتى هو اصلا ما قاريش وكيعطي ليه معلومات خاطئه اللي كتخليه كيمشي كيدير واحد الشوهه عالميه امام الصحافه. والاشكاليه الكبيره انها توثق. هذا هو المشكل. والجزائر مبغاش تفهم بانه النظام العالمي اليوم يتمخض، لانه غادي ينتقلوا من نظام قديم لنظام جديد. كما قلت، الدول اللي فاهمه وعارفه اشنو اللي واقع راه اختارت المسار ديالها، والدول اللي آيلة إلى السقوط وآيلة إلى الدمار والانقسام راه كنشوفوا اليوم كتخبط في قرارات عشوائية وأنها تلعب أوراق محروقة كالنظام الجزائري. فخلال الفيديو هذا حاولت ما أمكن أنني ما غاديش نطول بزاف، لأن كنا كنديروا اللايفات وكنعرفوا بأن اللايف كتدي فيه الوقت، مع كتبقى كتجاوب في الأسئلة وكتجاوب على الناس كتصدق في واحد ساعة المكانة 45 دقيقة كيكون ثقيل على الناس أنهم يتفرجوا فيه. داك جونا رجعنا نديروا فيديوهات مسجلة. كنتمنى ان الناس اللي كيشوفونا اول مره ينخرطوا معنا في القناه، والناس اللي كيتبعونا دائما كنقول لكم شكرا جزيلا لكم. سلام عليكم.